بصوا يا اخوات، انا لسه شايف شهادة هنا لأخت من جماعة الصلاة. أخت كده مولعة في الصلاة، فاهمين؟ وهي ما كانتش عارفة ايه اللي كان بيحصل في العالم الروحي حواليها، والمعجزة حصلت. أنا منبهر بصراحة، ومش هقول تفاصيل عشان عايزك تتفرج بنفسك. الفيديو ده منتشر جامد على فيسبوك وإنستجرام، ولو تعرف أي فيديوهات زي دي سيبها في التعليقات هنا. أنا بحب أتفرج على الشهادات دي وكمان أعلق عليها. وأنا بتفرج يا إخواتي على الشهادة دي افتكرت تجربة كبيرة حصلت لي مع ربنا من سنين كتير فاتت. كنت ساكن في مدينة فرانكا، ساو باولو، في ريف ساو باولو، وكنت جعان قوي وعطشان لربنا، فاهمين؟ والنهاردة حتى بسأل نفسي، يا رب ليه الناس ما بقاش عندهم تجارب زي زمان؟ يا اخواتي الإجابة واضحة، عشان الناس فقدوا الجوع، فقدوا العطش للحاجات اللي من فوق، فاهمين؟ لما حاجات الدنيا دي بتشبعنا وبتملانا وبتلهينا، بنضيع الرغبة في الحاجات الروحية. شفنا مثال البنت دي، المرأة السامرية، كانت عطشانة، فاهم؟ ويسوع قال لها بصي، أنا عارف إن عندك عطش في روحك، والعطش ده أنا بس اللي أقدر أرويه، ولو أنا اديتك من المية اللي عندي اللي هي أنا نفسي، عمرك ما هتعطشي تاني. فإحنا يا إخواتي محتاجين يكون عندنا عطش للحاجات الروحية، والشهادات بتساعدنا جدا يكون عندنا الشوق ده، الشوق إن يكون عندنا اختبار خارق للطبيعة. وبعدين يا إخواتي كنت هناك في فرانكا، وكان عندي صاحب كنا دايما بنصلي مع بعض، صح؟ ومش هقول تفاصيل هنا عشان ما أفضحوش أو أحرجه، بس كنا بنصلي كتير مع بعض، فاهمين؟ وفي ليلة من الليالي قررت أأجر 2 DVD. وقتها كنا بنتفرج كتير على DVDs وعظات، وأنا أجرت 2 DVD من محل مسيحي صغير كان في وسط البلد. وأجر DVD لمايكل دبليو سميث، اللي هو مغني ربنا بيستخدمه كتير. أنا معجب جدا بخدمته، هو بركة وعنده مسحة كبيرة. والDVD التاني اللي استأجرته كان عن وعظ في مؤتمر جيديونس. فاكر جيديونس معروف جدا، صح؟ وفكرت أول حاجة هنتفرج على العظة. أنا ناديت صاحبي ده عشان يتفرج معايا، وبعد كده هنسمع الترانيم بتاعة مايكل دبليو سميث، وبعد كده كنا هنعمل سهرة صلاة. كنا عايزين نشوف القوي بتاعة ربنا، كنا عايزين نحس بمجد ربنا، صح؟ فإيه اللي حصل؟ شغلنا العظة بتاعة الراجل ده في الجيديونز، وأول ما بدأ يوعظ يا إخواتي وحصل دوشة جامدة، صح؟ والراجل كان بيلف حوالين نفسه ويخبط على المنبر كده وبيوصل رسالة للكنيسة. بس يا إخواتي أنا بدأت أحس إن الموضوع غريب شوية. بدأت أفكر الراجل ده حاسس إنه ماشي بالجسد، هو مش مستخدم من ربنا. وبرضه مش هقول اسم الوعظ ده، بس هو كان مشهور جدا، وعشان كده أنا استأجرت DVD بتاعه، لأن في الوقت ده الناس كانت بتقول إن ربنا بيستخدمه جامد. كل اللي أعرفه إن في المؤتمر ده بتاع الجديون كان متحمس جدا، والناس ما كانتش مركزة قوي في الرسالة، صح؟ وكانوا قاعدين في الجو الروحاني ده. بس يا إخواتي الموضوع ده بدأ يضايقني جدا، وفكرت الراجل ده مش ماشي بالروح، ده ماشي بالجسد، هو بيتصرف من نفسه، مش ربنا اللي بيتكلم من خلاله. وكان في وقت كان بينزل راسه على المنبر ويعمل كده كأنه بيتلقى رسالة من ربنا، فاهم؟ وفي اللحظة دي فكرت الراجل ده مش عارف هيقول ايه ولا هيقود الخدمة دي ازاي، لأنه بيتصرف بقوته الشخصية. باختصار يا إخواتي أنا حسيت بعدم ارتياح شديد، وقلت لصاحبي ده وقلت له يا راجل سامحني، بس أنا مش حاسس بحضور ربنا. ده بالنسبة لي كله جسدي، هو بيعمل خطية وبيعمل حاجات ربنا ما أمرش بيها وبيقول كلام ربنا ما قالوش. وساعتها صاحبي ده قال لي يا راجل تصدق إن أنا كمان حاسس بنفس الحاجة؟ أنا واخد بالي الراجل ده غريب، الراجل ده مش ماشي بتوجيه الروح القدس. وبعدين قررنا نشيل DVD ده وحطينا DVD مايكل دبليو سميث. يا إخواتي على عكس الخدمة دي اللي كانت مليانة حركة، صح؟ يلف يمين يلف شمال، في DVD مايكل دبليو سميث كان بياخد الكيبورد ويقعد كده وعينه مغمضة، أوقات حتى ما كانش بيقول أي حاجة، هو حتى كان بالكاد بيغني، الجمهور هو اللي كان بيغني. يا إخواتي أنا بدأت أسمع ده، البساطة دي، النقاء ده، الدموع بدأت تنزل. صاحبي ده كمان اتأثر جدا بالروح القدس، وابتدينا نشوف إننا مش محتاجين نساعد ربنا، فاهم؟
ربنا مش محتاج كده. وبعدين يا أخواتي إحنا قعدنا هناك متأثرين جدا، وحضور ربنا كان بيملأ المكان، وبشكل طبيعي ابتدينا نصلي من غير حتى ما نقول يلا ندخل في وقت الصلاة، لا ابتدينا نصلي هناك في الأوضة نفسها، وحضور ربنا كان بيملأ الأوضة دي. وفي الآخر إحنا ما كناش قادرين نقعد في مكاننا يا إخواتي. عمرك حسيت الإحساس ده وانت بتصلي؟ مش قادر تفضل واقف في نفس المكان، صح؟ وقلت له يا صاحبي تعال نتمشى بالعربية، يلا انت تسوق وانا أصلي، وانت تصلي ونفضل نصلي للمدينة، ونمد ايدينا على العمارات والمحلات التجارية، ونفضل نصلي للبيوت. وفعلا عملنا كده. يا إخواتي مجد الله كان قوي جدا في العربية دي. كانت واحدة من التجارب القليلة اللي حسيت فيها اني مش قادر افضل جوه العربية دي. وابتدينا نصلي للأماكن، كنا بنصلي وبنصلي، وكنا بنصلي للناس اللي كانوا بيعدوا والنار كانت بتزيد. وفكرت في حاجة هتحصل هنا النهاردة، كنت بفكر بالطريقة دي، فاهم؟ وفضلت أصلي بألسنة، والكتاب المقدس بيقول لما تصلي بألسنة أنت بتكلم ربنا، وذهنك ما بيبقاش مثمر، بس أنت بتكلم ربنا على طول، صح؟ وفي أفكاري كنت بفكر كده، بس في حاجة هتحصل النهاردة مش عارف إيه هي، بس ما كنتش فاهم إيه هي، لأني كمان ما كنتش بفسر الألسنة. وبعدين يا إخواتي فجأة الشاب اللي كان معايا صح وقف العربية ونزل يتكلم مع بنت كانت واقفة عند الناصية، عارف، بالليل، وابتدى يبشر البنت دي وابتدى يتكلم معاها عن ربنا. وانا فضلت قاعد هناك ببص عليهم من المراية الخلفية. بس يا اخواتي انا ما كنتش قادر ابطل اصلي، مش عارف اشرح لكم، بس النار كانت بتزيد، وفكرت لازم انزل من العربية، لازم انزل عشان اركع، وده كان اللي جه في بالي. بس في نفس الوقت فكرت لسه فيه ناس ماشية في الشارع، وهم هيقولوا ايه عن اللي انا بعمله، وكمان انا مش هخسر، انا مش ممكن اخسر، انا مش ممكن افقد تركيزي، ربنا بيعمل حاجة كبيرة هنا النهاردة. وفجأة الشاب ده بدأ يحضن البنت دي، وبدأت ألاحظ إنه كان بيعيط. كان في تحرك يا أخواتي، وإحنا ما كناش قادرين نتحكم في نفسنا قوي. باختصار اللي حصل، ما قدرتش أنزل من العربية، ما كانش عندي الجرأة، لأني فكرت هفقد تركيزي وده هيعطل اللي بيحصل ومحدش هيفهم حاجة، فقلت هفضل جوه العربية. بس قلبي يا أخواتي كان بيدق من كتر ما كنت عايز أركع، حتى فكرت أركع جوه العربية بس ما كانش في مكان، معرفتش. وفجأة رجع دخل جوه العربية وبصلي كده، والدموع كانت خلاص نزلت من عينيه، كان كده مصدوم وعينيه مفتوحة على الآخر. ومشينا يا أخواتي. هو وصلني البيت، وده كان في بداية الأسبوع. ولما جه يوم الجمعة، كل يوم جمعة كان في سهرة صلاة في كنيسة جمعيات الله اللي صاحبي ده كان بيروح، فرحت هناك في السهرة يوم الجمعة، ولحد ساعتها ما كنتش فاهم إيه اللي حصل في الليلة دي. ولما جه يوم الجمعة صاحبي ده طلب فرصة عشان يحكي شهادته، وفكرت إنه هيحكي عن اللي حصل لنا هناك، صح؟ يوم الاثنين. وبعدين إيه اللي حصل؟ بدأ يحكي شهادته وقال يا إخواتي بصوا، أنا وجونينيو، هو بيناديني جونينيو، أنا وجونينيو إحنا مرينا بتجربة خارقة للطبيعة في بداية الأسبوع ده، ولسه مندهش لحد دلوقتي من اللي حصل، لسه مش عارف عمق كل ده، بس في حاجة واحدة أنا متأكد منها يا إخواتي. كنا قاعدين وهو حكى القصة كلها، عارفين؟ وهو حكى إننا رحنا نتفرج على DVD، وبعدها بدأنا نصلي في الشوارع وعند البيوت، وساعتها هو شاف بنت، صح؟ والبنت دي كانت شغالة في الدعارة وكده، وهو قال بص الروح القدس ولع قلبي بحب البنت دي، لأنه حكى إنه كان بعيد عن الطريق الصح لفترة، فهو حط نفسه مكانها، ومحبة ربنا كانت قوية جدا لدرجة إنه نزل وابتدى يبشر البنت دي وابتدى يوعظها، والبنت قبلت يسوع يا إخواتي، والبنت قبلت يسوع وكده. وهو قال كده، بس فجأة شوفوا قال إيه يا إخواتي، شوفوا أنا حتى جسمي قشعر. هو قال بس فجأة أنا والبنت بصينا وشوفنا جونينيو نازل من العربية النص نقل. شوفوا كده يا إخواتي، هو نزل من العربية النص نقل ونزل على ركبتيه، بس أول ما نزل على ركبتيه جه نور. إحنا لحد دلوقتي مش عارفين نفهم إيه اللي حصل والنور ده نزل عليه. يا إخواتي في اللحظة دي أنا فكرت كده، يا جماعة استنوا شوية، في حاجة غلط هنا، لأن أنا منزلتش من العربية، وأنا متأكد يا إخواتي، أنا بأديكم كلمتي هنا، أنا منزلتش من العربية نص نقل في اليوم ده، بس هو مع البنت، هم شافوا، هو قال إنه شاف،
وهو شاف نور، وأنا كنت هناك بنزل، وأنا كنت هناك راكع جنب العربية. وقتها قلت بص، ممكن توقف، خليني أحكي قصتي. وقلت قصتي يا أخواتي. وهناك مجدنا ربنا كتير. هناك رفعنا صرخة وبدأنا نصلي. النار نزلت في الكنيسة، وكان فيه ناس قليلة في السهرة. بس يا إخواتي بصوا، التجربة دي أثرت فيا جدا، لأني مش عارف أشرح اللي حصل. ما تسألنيش من فضلك. في حاجات فوق الطبيعة، وإحنا عارفين إن في الكتاب المقدس في أمثلة لناس اتنقلوا من مكان لمكان بطريقة خارقة، زي حالة فيليبس المبشر. كان بيبشر في منطقة، والروح القدس أخده ووداه الصحراء. محدش يعرف يشرح إزاي ده بيحصل. بس يا إخواتي أنا بس عارف حاجة واحدة، كان عندي رغبة جامدة قوي إني أركع، وأنا مؤمن إن روحي راحت. مش عارف أشرح، ما تسألنيش. بس اللي حصل ده كان تجربة خارقة للطبيعة، فاهم؟ فأنا بحكي لك ده عشان تفهم إن ربنا ممكن يخليك تعيش اختبارات. ثق في الرب. بص، فعل إيمانك، اتجرأ وصدق في اللي محدش بقى يصدق فيه، فاهم؟ في كل حاجة في حياتك، فاهم؟ أنا ممكن أقعد بالساعات أحكي على التجارب، بس أنا كان لازم أخد قرارات بالإيمان، حتى لما محدش كان شايف أي حاجة. لما كل الناس كانت بطلت تدعي، وأنا كنت عايز أدعي أكتر وأكتر وأكتر. ودلوقتي أنا هنا بكلمك. في حاجات فوق الطبيعة موجودة. المستحيل عند ربنا مش حاجة. أمين. مهما كانت الظروف اللي بتمر بيها، ما تشكش في قدرة ربنا. المجد لله. أنا هطلب منك تشارك الفيديو ده هنا، بس دلوقتي هحطه لك هنا دلوقتي. أنا وعدت وهحقق وعدي. ده فيديو الأسيسة ديبورا، هي راحت هناك في اي دي كاست وكانت بركة. يا إخواتي أنا مندهش جدا من الجزء ده من الشهادة اللي حكتها، واللي هو اللي انتشر جدا. ركزوا كويس، احفظ كلامها في قلبك، شوف بتقول ايه. أنا رحت أوعظ في كنيسة هناك في جرديم، بس مش فاكرة. بديرة هناك بعد انت لاجس هناك في الفرنجة وصاحبتي هي حطت في دماغها تشتري أرض هناك. كانت كنيسة تابعة لمادوريرا. أيوة. وكان في سلم طويل، وقالت لي أنا عايزة أشتري الأرض دي هنا. قلت لها يا بنتي أنت مجنونة، بلاش الكلام ده. قالت لي لا أنا هشتري. قلت لها ماشي. وبعدين راحت واشترت الأرض، وإحنا ساعدناها في كل حاجة. بس أنا كنت بخاف أروح هناك عشان كان في جنبها منطقة عشوائية، بس كنت دايما بروح لأني كنت بخاف عليها وهي هناك لوحدها. خلصت يا ابني، ربنا استخدم الشخص ده. ربنا بيستخدم الأدوات. أنا عندي عمل معاك. وبعدين بدأت أروح بيتها أكتر، وفي الوقت ده كنت بشوف ناس كتير، شباب كتير في وضع المخدرات والإتجار فيها والحاجات دي. وبعدين طلبت منها نعمل اجتماعات دينية في بيتها، فقالت لي ماشي، ممكن تعملي مرتين في الشهر على الأقل. وفعلا كنت بعمل كده. وفي الوقت ده لقيت حوالي 12 شخص. السلام. في مكان للكرازة. ما كانش ينفع نقعد في البيت، كان زحمة قوي. فكنا بنرجع للكوريدور كده اللي كان عبارة عن عشة من الخشب وكل حاجة، وهناك بدأت أعظ. وبعدين ربنا بدأ يقول لي إنه من خلال الشغل ده هو هيجيب ناس من عنده كانوا هناك وكانوا متورطين في المكان ده. يا إلهي، في وسط الجريمة. في وسط الجريمة. وبعدين هو بدأ يتعلق، ودايما كان بيظهر، بس لما كان بيظهر معاهم ومع شوية ناس. ساعتها فهمت. وفي يوم جه ناحيتي وقال لي كده بصي، حتى ناداني يا راعية. قال لي بصي يا راعية، أنا كنت مؤمن قبل كده، فاهمة؟ قلت له يا سلام، دي نعمة، بس دلوقتي أنا عايز أعرف عن ربنا، مش كده؟ قلت له حلو برضه، صح؟ وبعدين قال لي كده، عارفة إن ربنا، كنت عارفة إني كنت شيخ كنيسة؟ قلت له لا، أنا كنت شيخ كنيسة وكنت بدير كنيسة، بس ربنا قال لي إنه هيديني زوجة وهخلف وهفقد مراتي. وده حصل فعلا. في اليوم اللي مراتي جابت فيه ابني توفيت، وأنا كشيخ في الكنيسة ما قدرتش أتحمل وبعدت عن الطريق وجيت أعيش هنا، ابني مع أمي وأنا عايشة في العالم ده هنا. وبعدين روح الرب كلمني وقال لي دي هي النفس. طيب كان لازم أعمل إيه؟ سلمت الشقة اللي كنت ساكنة فيها ورحت أعيش مع صاحبتي دي. قعدنا 4 سنين و6 شهور في المنطقة دي. 4 سنين ونص. 4 سنين فعلا. لما جه يوم كنت بغسل هدوم وجم أصحابه وقالوا لي انتي بتقولي انه مفيش راجل عندك، بس انتي عندك راجل.
أنا قلت مفيش راجل، وبعدين هو قال امشي، فاهمة؟ وازاي انتي كذبتي علينا؟ انتي هتخرجي من هنا، احنا هنيجي هنا حوالي الساعة 3 ومش عايزينك هنا تاني. انا قلت يا رب ايه الحكاية دي؟ يا إلهي. بس دخلت القوضة الصغيرة وصليت وقعدت، وصاحبتي قالت لي امشي من هنا هيقتلوك، مش عارفة ايه. وبعدين صليت قلت يا رب، مش انت قلت لأمي انه ولا راجل هيقدر ياخد حياتي؟ الرجالة هيجوا هنا، وايه اللي هيحصل في الموقف ده؟ صاحبتي كانت يائسة وجوزها كان يائس وبنتها كانت يائسة، وانا فضلت قاعدة، كنت راجعة من مدرسة الأحد، فضلت قاعدة. ولما الساعة بقت حوالي 3 جم 12 ولد 12 حصروا المكان ووقفوا وقالوا كده: فين الأخت اللي بتقول ما عندهاش راجل بس هي عندها؟ سألتهم، بس قلت هو الراجل ده مين؟ يا بنتي الشبكة اللي الناس بتتجوز بيها النهاردة، صح؟ إيه الموضوع ده؟ ده هناك. أيوة عندك. لما بتدخلي هنا في المنطقة أنا بشوفه بيحط إيده على كتفك. شفتي لما بتدخلي هو بيفضل واقف بره، وهو كبير قوي لدرجة إني مش قادرة أشوف وشه. أنا مش ساعتها روح الرب فكرني مين هو، صح؟ فقلت فعلا ده صاحبي. وبعدين الرب بدأ يستخدمني وهم بدأوا يتأثروا، صح؟ وفي ناس منهم عيطوا، وبعدين هو اللي كان في النص اللي هو الشيخ اللي كان بعيد عن ربنا ركع قدام ربنا، صح؟ رتع على ركبته وقال أنا عايز أرجع ليسوع. في الموقف ده بالطريقة سلمني الأسلحة اللي كانوا مسلحين، حطوا الأسلحة على الأرض وأنا فضلت واقفة. استسلموا يا رب. كان بيعيط فرحت حضنته وعيط كتير وكان بيشهق. صليت، هو لسه لحد النهاردة شيخ في الكنيسة وبيدير كنيسة، مش هقول اسم الخدمة، بس ده اللي حصل. دي كانت أول حاجة ربنا عملها معايا في ساو باولو. وبعدين 7 رجعوا للكنيسة و5 ما رضيوش. من ال5 دول 3 ماتوا وواحد بس اللي عايش. كان عندهم فرصة بس ال7 كلهم رجعوا ليسوع، وأنا كسبت 7 مجرمين. واللي هقوله ده مثير للاهتمام. في الشهر ده في ال4 سنين دول رحت أوعظ في كنيسة كبيرة جدا جدا، ومش هقول اسم الخدمة، وقلت لهم، قلت كده بصوا أنا مش عارفة أعمل إيه، لأنهم كانوا بيجوا بيتي كتير. قلت كده أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا هروح أوعظ في كنيسة كبيرة جدا وأنا محتاجة يكون عندي لبس حلو وجزمة حلوة، هطلع أظهر إزاي؟ واحد منهم قال كده: أنتي هتكوني جميلة جدا. وقتها افتكرت القصة بتاعت داوود، لما داوود حس برغبة يشرب مية من بيت لحم، فاكرة؟ بعض جنوده نزلوا قتلوا ناس كتير وجابوا المية لداوود. يعني يا جماعة حتى في الحاجات اللي بنرغب فيها لازم نخلي بالنا نقول رغبتنا دي قدام مين. وقلت لهم رغبتي، مش عارفة ايه اللي حصل. كل اللي اعرفه انه لما الساعة بقت 2 الصبح جم ومعاهم جيبة وبلوزة حرير وجزمة مقاس 38. حد رجع بيته من غير هدوم ومن غير جزمة؟ بس هو حقق الحلم. الهدوم دي بقالها أكتر من 10 سنين، الجزمة لسه عندي لحد دلوقتي. يا سبحان الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول انت عارف ازاي ربنا بيشتغل؟ مش كل حاجة عند كل الناس ماشية مظبوط ومنظمة كده. في حاجات زي الأغاني الشعبية البرازيلية تدخل من زقاق وتخرج من زقاق. في حاجات بتحصل ودي أمور غامضة في حياة النبي، حتى هو نفسه بيقف محتار، ايه ده ربنا؟ ده ربنا. وهم جابوه وانا رحت ووعظت، ولحد النهاردة لما ببص على الجزمة بضحك. هي حاجات زي كده لو جيتي تتكلمي الناس هتستغرب، بس بيعملوها. عشان كده أنا لما بيكون عندي رغبة في حاجة حتى بخاف أقولها، لأني مش عارفة الأخ ممكن يعمل إيه عشان يجيبها لي. يعني حتى في الحاجات دي لازم نكون عندنا حكمة كبيرة. ده حقيقي. المجد لله. شايفين يا إخواتي قد إيه جميل إننا نخدم ربنا؟ هو بيرعانا. أيوة. وإنت اللي بتحكم على المجرمين دول اللي تابوا، يمكن يكون لسه حديث الإيمان، يعني لسه داخل في الإيمان. صح.
هم راحوا هناك سرقوا حد، أتخيل يمكن، أو سرقوا محل ولا حاجة، مش عارف، بس ادوا هدوم جديدة للأخت دي. القسيسة ديبورا، أنا اندهشت، يعني إحنا ما ينفعش نحكم عشان في ناس لسه في الطريق. صح. بس يا إخواتي أكتر حاجة أثرت فيا هنا، عارفين إيه هي؟ الحنان ورعاية ربنا، أمانة ربنا مع أولاده، مع خرافه الضايعة، الخراف اللي ضلت في وقت من الأوقات. الراجل ده كان شيخ كنيسة، الراجل ده كان محبط لأنه فقد مراته، وده طبعا صح، ده حزن كبير جدا. بس يا إخواتي حتى كده ربنا كان أمين في حياته الروحية. الراجل ده ربنا أنقذه، لأن في حاجات بتحصل في الحياة، صح؟ إحنا ما نعرفش أي حاجة، إحنا ما عندناش سيطرة على أي حاجة، وأحيانا المصايب بتحصل، فقدان العيلة بيحصل، وإحنا لازم يكون أملنا في الرب لأنه عايز يعمر السماء. أمين؟ ما تنساش ده، أكبر هدف لربنا مش إنه يعمر الأرض، هو إنه يعمر السماء. يعني ربنا بيفرح بموت قديسينه، ربنا بيحب يشوفنا قريبين منه. طبيعي إنه عنده خطة لينا هنا على الأرض. يعني لو أنت عايش ولسه بتتنفس، عيش كأن ده آخر يوم ليك، كأن يسوع هيرجع النهاردة. اعمل اللي تقدر عليه، حاول تتقدس أكتر، سيب حياة الخطيئة، ما تلعبش بالحاجات الروحية، ماشي؟ الرجالة دول ربنا نجاهم، لأن الملاك اللي كان مع الست دي كان ممكن يقتلهم، كان ممكن يفنيهم، بس ربنا أمين، ربنا مش عايز يدين حد، هو عايز يخلص. أمين؟ المجد لله. دلوقتي بطلب منك تشارك، كمان هسيب لك لينك ويدكاست، لينك الشهادة الكاملة للأخت دي هنا، هي حكت كل حاجة في بودكاست هناك، هسيب اللينك هنا في وصف الفيديو، ماشي؟ عشان تتفرج على الفيديو بتاعها كامل. وما تنساش اشترك هنا في قناتي، كل يوم عايز أجيب لك محتوى مبارك عشان يقوي إيمانك، ماشي؟ ربنا يباركك. هسيب لك كمان فيديوهين هنا عشان تتفرج عليهم، اختار منهم عشان ما تفوتش حاجة. أنا متأكد إنه هيفيدك وهيباركك كتير. أبعت لك حضن كبير.